اشكال قوالب ترند ما ينفعش ما تبقاش عندك. نبدا بالكوسترز، كلهم احلى من بعض، خاصه البابلز ده تحفه. تاني حاجه واللي هوريه لك دلوقتي مهم قوي تركز فيه، لان هقول لك على فكره جباره. بص معايا كده، الاشكال دي معموله عشان حاجه واحده بس، ايه هي بقى؟ عشان تيجي على الحتت اللي كانها ازاز مكسر جوه دي وتلونها بالوان المايكا. لما تلون الحتت المكسره جوه دي بالوان المايكا، بعد كده صب عليها الريزن او تصب عليها الكونكريت، الاشكال ال 3 دي تحت المكسره دي هتبان. وعايزك تتخيل معايا تكسيره او تعريجه بلون سي نبيتي، وراها بقى مصبوب ريزن او كونكريت بلون كحلي. فلك ان تتخيل الميكس هيبقى عامل ازاي. هيبقى حاجه جباره. اخر شكلين ودول مهمين جدا، لازم تبقى عارف ان انت من دلوقتي تقدر تعمل احجار كريمه في البيت. هتجيب شويه كونكريت تلونهم باي الوان بطريقه الترخيم وتصبهم جوه القالب ده. لو عندك القالب ده هتقدر تعمل اشكال احجار طبيعيه رهيبه. وعايزك تتخيل معايا بقى انك تصب نص ريزن ونص كونكريت وتشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. الشكل اللي هيطلع من ورا القوالب دي هيبقى شكل جبار. كل القوالب اللي انا وريتها لك موجوده عندنا على الويب سايت، تقدر تطلب اوردر يوصل لك لحد باب البيت خلال 3 ايام لو انت جوه مصر، ولو انت بره مصر خلال 7 ايام.